السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاكم فيديو مختلف كليا. فيديو إعادة تدوير أشغال كروشيه وأشغال يدوية هتعجبكم بإذن الله وهتعملوا بإذن الله زيي. بس أنا قلت أوريكم الحاجات اللي أنا عملتها السنة اللي فاتت من أشغالي من الكروشيه. زي ما شفتوا التيشيرت ده عاملاه ليا، بس حتى صغير شوية، اديته لبنتي حنين وتحفة جدا كأنه جاهز بالظبط. خد معايا حوالي شهرين شغل، بس ما يتفرقش عن الجاهز فعلا. اجمل حاجه فيه ان هو بايديا، يعني انا اللي عاملاه بايدي واخده وقتي فيه، فاحس ان هو مميز، مفيش حد معاه زيه بالظبط. برضو مش عارفه ده اسمه فيست ولا اسمه ايه، جيلي برضو. هو موضه الايام دي. عملته واسع شويه، ده ما خدش مني وقت لان الخيط كان تخين، والشكل زي ما عارفين مفرغ، فتحفه جدا لو تحتيه مثلا شميز او حاجه. الحاجات دي كلها برضو اديتها الحنين لانها مناسبه شويه للبناتي اكتر يعني. ايه تاني، حتى زي ما شايفين ده برضو بتاع براء ابني. ال ال الفورمة دي من الكروشيه طلع ترند قوي، كان السنة اللي فاتت والسنة دي برضو. فكرت اعمل لي حاجة جبت ان شاء الله بنفس الشكل ده، ممكن يكون اسود وابيض او اي لون تاني مع الاسود، ممكن يكون فوشيا، ممكن يكون اكوا او باستاج، يعني في الوان موضة ان شاء الله. هحاول اعملها، بس لو عملتها حاسه ان هقعد فتره طويله ما اعملش فيديوهات على اليوتيوب، فهحاول يعني ان شاء الله اعمل لي حاجه في الشتاء ده. زي ما شايفين الشنطه دي تحفه جدا جدا، هي احس انها صيفي شويه، بس انا بطلع بيها ساعات صيف وساعات شتاء. كمان الشنطه دي اللي ايديها معدن برضو ما خدتش مني وقت. انا بصوا اي حاجه بشوفها على اليوتيوب بحاول اعملها، وبالذات لو كان عندي وقت فراغ. فمن ساعه قناتي بقى وروتيناتي على اليوتيوب ما بقيش عندي الفراغ ده، او حسيت اني لو لقيت وقت اكيد هقعد بالكروشيه وهنسى نفسي خالص، لان انا نظامي المعلق في حاجه معرفش افصل منها يعني. دي برضو مفروض شنطه ليها اكسسوار، ليها اسمه ايه، عاملاها بدري والله بدري، مش عارفه من امتى. ليها ايدين وكده، برضو عايزه تكمل يعني. برضو البوك ده او البرتفيه ده صيفي شويه، عاملاه من الخيش. هتلاقوا نوعت، وانا لقيت نفسي عامله حاجات كتير، وفي حاجات نسيت موريها لكم، كنت عامله بونشو او شال. تحفه جدا. انا بحب الحاجه اللي اعملها البسها، مش اللي اعملها اركنها يعني، عشان احس ان انا مفيده يعني، مش عامله حاجه كده منظر وخلاص. اما البوك ده برضو كنت عايزه اعمله بس سواريه، فانا كنت لسه بتعلم التريكو، انا بعرفش التريكو بس كنت لسه بتعلم، فخدت خيط الشنطه ده الذهبي واشتغلت تريكو وما كملتوش برضو لسه، ان شاء الله هيكمل وهيعوز دعامه من جوه يعني. قلت خلاص اشيل اشغالي، ومعايا الطرات دي هعملكم بيها فكره، بس هتشوفوها اخر الفيديو. لو انتم مهتمين كملوا معايا الفيديو، حطولي لايك وتنسوش تشتركوا معايا في القناه. انا قناتي يمكن اول مره اقدم محتوى زي كده او تاني مره، لكن هي روتين يومي وطبخ. برضو الاشغال دي كانت كنفا، اكيد مش كل اشغالي، في اشغال بروستها حطيتها. اما الاشغال دي كنت عايزه اجيب لها براويز صغير على كدها، بس لقيت الطارات دي الخشبيه مش كديها خالص، يعني مش نفس المقاس بتاعها. برضو المنظر ده انا عملته. او كل ما الاقي عندي وقت فراغ بستغله، احس ان انا ما ينفعش اقعد فاضيه، يعني لازم اعمل حاجه مفيده ليا لبيتي. اعاده التدوير ممكن ما تكلفنيش ولا حاجه يعني، او مبالغ بسيطه جدا. حتى الصندوق ده او السله دي برضو انا عاملاها بخيوط وبحبال طول الوقت عندي. بصوا خيوط وحبال، اطارات، بواقي قماش، بحس اني هستغلها باذن الله في اي وقت. البلوزه دي برضو عندي خلاص مدتها راحت بدري بدري يعني، فانا ايه مش عايزه ارميها ومش عارفه استغلها ايه، فقلت اعملها ممكن خدة دي. يعني احنا عندنا خداديات كتير، ممكن ننوع كل خدادية لون. لو عندنا قماش كتير عايز يعمل له اعادة تدوير بدل ما نرميه يعني. ففكرت ايه اعملها خدادية بسيطة، وكمان للي اول مرة يشوفني من غير خياطة خالص، اللي مش بيعرف يتخيط او اللي ما عندوش مكنة. انا عندي مكنة يعني، ممكن اثبتها بعدين عندي في الورشة في المحل بتاعي، لكن دلوقتي قلت اعملها بايه بقى لو انا عايزة اعمل حاجة مفيدة. قلت اعملها بمسدس شمع، لو مكنتوها كويس مش هتفلت معاكم، بس يعني يا ريت بعد مسدس الشمع الواحد ممكن يخيط عليها بايديه كده. قصيت البلوزة، شلت الكمام خالص منها، ممكن استغلها طبعا في اي حاجة تاني بعدين. وهعمل الباقي ده زي ما شايفين الشراشيب دي برضو مش هرميها، هشيلها واحطها كأنها
كنار مثلا، او يعني احل بيها الخدادية بعد ما تخلص. شلت اي خياطات وخليتها مربعة او على قد مقاس الخدادية، بس زيادة طبعا شوية. زي ما شايفين بالطريقة دي. هحاول دلوقتي، انا ما عنديش سوستة ومش عايزة يعني اعملها شغلانة، عايزة اعمل حاجة كده خفيفة ولطيفة. ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. انا مش عارفة هيعجبكم ولا لا، لاني مش متعودة اقدم المحتوى ده، بس يعني نفيد بعض، ربما حد يحب يعمل اي فكرة زي كده. عملتها ايه من غير سوستر، هي ممكن كأنها جيب زي بتاعة الخداديات بتاعة مفارش السرير. خليت جزء كده وتنيته على الجلبة. يعني انا دلوقتي هلزق على الجلبة مش على العدلة، عشان يعني على اساس لما اعدلها تبقى معدولة في الاخر الخدادية لما احط جواها المخدة. هلزق طبعا على الجناب كلها ومن جميع الجهات بمسدس الشمع، بس المفروض يكون سخن كفاية عشان ما يفكش مني. اللي أول مرة يشوفني ياريت ينزل يعمل اشتراك في القناة، ولو عجبكم المحتوى ياريت ما تنسونيش باللايك، واللي متابعني وعارفني يكمل معايا الفيديو ان شاء الله، في اخره كده حاجة ولمسة رقيقة هتعجبكم. وتقريبا من غير فلوس، انا بس هعمل اشغال فنية بسيطة بالطارة بتاعة التطريز، بس احنا مش هنطرز ولا حاجة، انتوا اكيد ما عندكمش وقت تعملوا الكلام ده يعني. تمام، فهتشوفوه باذن الله في اخر الفيديو. انا دلوقتي عندي فتحت العراوي دي، هطلع بيها الخيط يعني من الشراشيب دي، عايزاها تبقى ايه ما فيهاش اي قطع ولا حاجه. وبعد كده معايا فرشه شعر خشنه شويه، ايه همشطها بيها يعني كانها فرشه تسريح يعني. همشطها بيها واخليها مستويه، ممكن اقص اي زياده، وبعد كده ايه احطها كلمسة اخيرة على الخدادية تديني شكل جميل وبسيط، وعلى فكرة مودرن. لو فكرتوا كده هتلاقوا حلو. احنا ممكن نستغل ايه، مش لازم بلوزة يعني، لو مش معاكم بلوزة ممكن طرحة، الطرح اللي هي سكارف حلوة قوي في المربعات، تبقى الرسمة بتاعتها مركزية كده، تحسوا رسمة في النص وحواليها فروع، فاحس انها مفيدة جدا او هتنفع قوي. ايه تاني يعني، هنشوف افكار مع بعض. وده بعد ما خلصت الخدادية انا لبستها لبيس كده زي ما شايفين، يعني مش محتاجة سوستة ولا حاجة. وهحط على اخر الكنار ده او اخر الخياطة دي هحط الشراشيب اللي انتوا شايفينها دي. انا مش هحط اللونين، حابة احط لون واحد اللي هو اللبني الفاتح ده. هكمل بنفس الشراشيب، طبعا مش محتاجة خياطة ومش محتاجة اي تعقيدات، ابسط ما يكون الاشغال الفنية، هي بس عايزة ايه استرخاء كده، والواحد يكون عنده الهواية اصلا يعني، او يشوف فيديو ويعمل زيه. لان كتير بشوف فيديوهات تركية وفيديوهات معينة، يعني من ابسط الحاجات ممكن تعملوا اعادة تدوير، بتدي لمسة في البيت وفي نفس الوقت بتضيع وقت فراغكم، او بتعملوا حاجة مفيدة، دايما بقول كده. وده الشكل النهائي، هنحطها على كنبة، على كرسي، على اي حكاية يعني، هتدي لمسة جميلة اكيد. ممكن نعمل كذا واحدة تاني زيها، ممكن نعمل الوان مختلفة، الوان مختلفة في الشراشيب نفسها برضو. نعمل مثلا شغل يكون فيه حاجة كروشيه خفيفة، بس انا بحاول اعمل حاجة اسهل حاجة ممكن تيجي معايا. لو مخدة كروهات كمان هتبقى تحفة معاها. برضو عندي القماش ده، اي قماش عندي، طرحة، اي حاجة ملهاش لازمة او مش عايزة اعملها الخدادية، عايزة اعملها حاجة ابسط من كده. عندي دلوقتي الطرات دي، فقلت اعمل بيها ايه، عايزة احط لها برواز، عايزة احط لها صور، بس انا ما عنديش الصور حاليا، او مش لاقيه بنرات حلوه يكون عليها مناظر طبيعيه كده يعني. فقلت اجيب القماشه دي، اخد منها 3 وردات، يعني امركز الورد ده في النص، او اضيف معاه شويه فروع.
زي ما شايفين بعد ما هشيل الزيادات، يعني هحط عليها الطارة دي واضغطها مع بعض، وبعد ما اشيل الزيادات هيبان انه الشكل جميل، بالذات لو عملنا مثلا منه 3 طارات جنب بعض مدرجين مش جنب بعض، ممكن الكبيرة اعلى وبعد كده الوسط وبعد كده ايه الصغير شوية من تحت. انا عملت الفكرة دي بس قلت اوريها لكم تقريبا كده حلوة برضو. عملتها بقماش تل، كان عندي قماش تل مجلم او ممكن تل عادي، اي شيء ممكن تتخيلوه، بس انا حبيت اعملها لون سادة ابيض كده، كان عندي رقيق جدا، حسيت ده فكرة جميلة يعني ومودرن خالص. لو اتعملت كمان الحاجات دي صيفي اكتر، ديكور صيفي مع حاجات خشبية، هتفرق معانا في اي حتة فاضية فوق سرير مثلا، هتفرق معانا قوي. فهتشوفوه ده باذن الله كمان شوية. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا مكملين معايا لحد دلوقتي، وكملوا معايا. ادي شكلها النهائي، ممكن احطها على بوفيه او اي حاجة، بس انا دلوقتي اللي عملته عملت 3 الشكل زي ما شايفينه كده، تقول قماش خفيف جدا، ما خدش مني اي حاجة حتى ولا لزق بالشمع، يا دوب شديته واداني الخلفية اللي انتوا شايفينها دي. في حيطة فاضية عندي قلت ادرج فيها المقاسات بالطريقة دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش انا ظاهرة هدو باذن الله. هشوفكم الفيديو الجاي، هيكون روتين يومي بإذن الله، وكمان هعمل معاكم أكلة حلوة هتشوفوها الفيديو الجاي، ما تنسونيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.